في أربعينيات القرن الماضي، وتحديدا في معمل صغير بجامعة هارفارد، كان في عالم نفس شهير جدا اسمه B.F. سكينر. سكينر ده جاب حمامة وحطها جوه صندوق متصمم مخصوص للتجارب. الصندوق ده فيه زرار صغير، الحمامة لما تدوس عليه ينزل لها أكل. الحمامة في الأول داست بالصدفة، نزل أكل. الله، داست تاني، نزل أكل. فالحمامة فهمت السيستم وبقت تدوس لما تجوع بس. أول ما تحس إن هي جعانة تدوس على الزرار عشان ينزل لها اكل. لحد هنا والتجربه عاديه وممله وتخليك تقفل الفيديو. لكن سكينر قرر يعمل حركه صايعه غيرت تاريخ علم النفس. سكينر غير السيستم، بقى لما الحمامه تدوس على الزرار الاكل ينزل ساعات وساعات تانية لا. يعني الموضوع بقى عشوائي وغير متوقع تماما. تفتكر الحمامه زهقت ومشيت؟ لا طبعا، الحمامه اتجننت وبقت تدوس على الزرار بشكل هستيري لدرجه انها نسيت تاكل ونسيت تنام، وفضلت واقفه قدام الزرار بتدوس وعينيها طالعه لبره مستنيه المفاجاه اللي جايه، اللي هي مش عارفه هي هتيجي امتى اصلا، ويا ترى هينزل لها اكل ولا مش هينزل لها. الحمامه دي يا صديقي العزيز هي انا وانت لما نتحبس جوه علاقه مؤذيه وسامه، والزرار ده هو الشخص اللي مستنيين منه كلمه حلوه او لفته حب بعد ايام من الاهانه والتجاهل. اهلا بيك في فخ التعزيز المتقطع. ويا ترى هنخرج من الصندوق ده ازاي؟ في حلقه النهارده من عبد الحميد مش هقول لك كلام من بتاع تنميه بشريه من انت تستحق الافضل، لا، احنا هنشرح بالورقه والقلم وعلم النفس الدليل العلمي والعملي علشان تخرج من علاقه بتموتك بالبطيء ومن غير ما تخسر نفسك. تعالى نرجع للزمن شويه، وتحديدا في سنه 1970 في بريطانيا وفرنسا. الدولتين دول قرروا يعملوا مشروع القرن، طائره الكونكورد الاسرع من الصوت. بعد فترة من الشغل الحكومتين اكتشفوا ان المشروع ده خسران بنسبة 100%، وانهم لو كملوا فيه هيخسروا اكتر واكتر. المنطق بيقول ايه؟ وقف المشروع واقفل المحبس ووفر فلوسك، صح؟ لا مش صح. الحكومتين كملوا وصرفوا مبالغ خيالية تانية لمجرد انهم قالوا احنا خلاص صرفنا كتير في الاول وصعب نوقف دلوقتي. في علم النفس والاقتصاد الظاهرة دي اسمها مغالطة التكلفة الغارقة، سانك كوست فلاكي. مغالطة التكلفة الغارقة هي ميل الانسان للاستمرار في الاستثمار في امر ما، سواء كان مشروع او علاقة، لمجرد انه استثمر فيه بالفعل وقت او فلوس او مشاعر، بغض النظر عن النتيجة المستقبلية السلبية. تبص تلاقي الواحد مننا قاعد في علاقة بقاله 4 أو 5 سنين، العلاقة دي بتجيب له الضغط والسكر والقولون العصبي والتبول اللا إرادي، وتسأله يا ابني أنت مكمل ليه؟ يقول لك أصل إحنا بقالنا كتير مع بعض وصعب أرمي السنين دي كلها في الأرض. يا حبيبي ما السنين دي كده كده اترمت، انت بتزود السنين تضيع سنين تاني ليه؟ فهنا مش بتحافظ على السنين، انت بتنتحر بالتقسيط. تعالى بقى نتعرف على الابطال الحقيقيين اللي سايقين المركب دي. دماغك يا صديقي مش شغال لوحده، ده محكوم بعصابة من الهرمونات والموصلات العصبية. الكابتن دوبامين ده المسؤول عن اللهفة والمكافأة في العلاقات السامة. لما الشخص المؤذي يغيب وفجأة يرجع يكلمك، الدوبامين بيضرب في دماغك زي الصواريخ ويفضل شغال في دماغك زيه زي جي في فرح شعبي. وعندك بقى الست اوكسيتوسين، وده بقى هرمون التعلق والارتباط العميق، ده اللي هيحسسك انك مش هتعرف تعيش من غير الشخص ده بالذات، وقد ايه هو اكسجينك. اما بقى المعلم كورتيزول فده هرمون التوتر، ده اللي بيتفرز لما الشخص التاني يبدأ يتجاهلك، فتحس بضربات قلب سريعة وخوف من الفقد. العصابة دي بتعمل فيك ايه؟ بتعمل لك حاجة اسمها الارتباط الصدمي، تروما بوندينج. يعني دماغك بيتعود على جرعة من التوتر يليها جرعة أمان مؤقتة، فيحصل لك إدمان، حرفيا إدمان كيميائي مشاعري لا يختلف عن إدمان المواد المخدرة. طب تفتكر لما حد بيقول أنا قلبي مكسور أو الفراق ده بيوجع، ده مجرد كلام مجازي وشاعري؟ في دراسة علمية شهيرة اتعملت في جامعة ميشيغان برئاسة عالم النفس إيثان كروس وعالمة الأعصاب ناومي إيزنبرجر. الباحثين جابوا مجموعة من الناس اللي لسه خارجين من تجربة انفصال عاطفي ومؤلمة جدا، حطوهم جوه جهاز أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي ال fMRI. العلماء وروا المشتركين في البحث ده صور الأشخاص اللي سابوهم، واكتشفوا مفاجأة مذهلة وصادمة. مراكز الألم اللي في المخ اللي اتنشطت أثناء رؤية الصور هي نفس المراكز اللي بتنشط لما الإنسان يتعرض لحرق جسدي حقيقي أو كسر في العظام. يعني دماغك مش بيفرق ما بين أنا قلبي اتكسر وما بين رجلي اتكسرت. الوجع النفسي هو وجع عضوي حقيقي. عشان كده لما تلاقي نفسك مش قادر تمشي أو حاسس بوجع كبير في جسمك بعد خناقة كبيرة أو انفصال، اعرف إن جسمك بيمر بحالة طوارئ قصوى
بيعلن فيها استغاثته من الأذى. طب احنا كده شخصنا المرض وعرفنا الفخ وعصابة الهرمونات، نخرج ازاي بدون خسائر نفسية؟ امسك معايا الورقة والقلم واكتب ورايا. اكتب خطة الهروب الكبيرة في 3 خطوات عملية مبنية على علم النفس السلوكي. رقم 1، القبول الراديكالي، راديكال acceptance. اول حاجه، بطل محاولات اصلاح. بطل تقول انا هغيره لو عملت كذا يمكن يتصلح. الشخص المؤذي مش هيتصلح لانه مش شايف نفسه غلطان اصلا. القبول الراديكالي معناه انك تعترف بالواقع زي ما هو. العلاقه دي بتموتني والشخص ده مؤذي والنهايه لازم تحصل دلوقتي. رقم 2، قاعده قطع الامداد الكلي، نو كونتاكت رول، ودي الخطوه الاهم والاصعب في الحلقه دي كلها. بلوك في كل حته، بلوكات، فيسبوك، واتساب، انستجرام، تليجرام، حتى الالعاب اللي بتلعبوها سوا اونلاين. هنا بقى هيحصل حاجه في علم النفس اسمها انفجار الانطفاء. بص يا سيدي، لو انت متعود تحط فلوس في مكنه بيبسي عشان تنزل لك كان، وجيت في يوم حطيت الفلوس والمكنه ما نزلتش حاجه، هتعمل ايه؟ هتمشي على طول؟ لا، هتقعد تخبط على المكنه وتهزها بعنف وتدبدب برجلك لحد ما تزهق. دماغك والشخص التاني هيعملوا كده بالظبط. اول ما تعمل بلوك دماغك هيلح عليك، كلمه مره واحده بس تطمن عليه. والشخص المؤذي هنا ممكن يرجع ويعتذر ويعيط ويقول لك انا اتغيرت، بس خلي بالك ده مش حب، ده تخبيط على المكنه. لو استجبت للخبط ده المكنه هتعرف ان الخبط بيجيب نتيجه والاذى هيزيد الضعف. بس هنا في الحاله دي ما تقعدش لوحدك، لان الادمان بيتعالج بالبدائل الصحيه. اخرج مع اصحابك القدام اللي خسرتهم بسبب العلاقه دي، ارجع لمذاكرتك، لشغلك، للجيم، املى الفراغ اللي سابه الدوبامين بحاجات تانية بتديك انجاز حقيقي حتى لو بسيط. سؤالي ليكم النهارده يا جماعه، تفتكروا ايه اكتر فخ وقعتوا فيه قبل كده؟ هل هو مغالطه التكلفه الغارقه وانكم استخسرتوا السنين، ولا فخ التعزيز المتقطع والجرعه العشوائيه من الاهتمام؟ شاركوني تجاربكم في التعليقات تحت، والناس اللي مرت بتجربه انفصال ناجحه اكتبوا نصايحكم للشباب والبنات الصغيرين اللي لسه بيبداوا حياتهم ومش عارفين يخرجوا من الفخ ده. تعليقك ممكن يكون سبب نجاه شخص بيشوفنا دلوقتي وهو بيموت بالبطيء. وطبعا لو حسيت ان الحلقه دي فتحت عينيك على حاجات ما كانتش واضحه ليك، ما تستخسرش تعمل شير لصاحبك المضحوك عليه في علاقه ومش عايز يقتنع. في النهايه يا صديقي العزيز، لازم تفهم ان الانسان كائن بيعشق الاكتمال. بنكره القصص اللي بتنتهي في النص وبنكره الكتب اللي بنقفلها من غير ما نخلص اخر فصل فيها. علشان كده بنفضل نتمسك بالعلاقات البايظه على امل اننا نكتب لها نهايه سعيده تليق بحجم التضحيات اللي قدمناها. لكن الشجاعه الحقيقيه هي انك تقفل الكتاب ده فورا وتبدا تكتب قصه جديده تماما، قصه بطلها انت، قصه بتحترم فيها عقلك ونفسيتك وقلبك اللي ملوش لازمه يتهان باسم الحب. الانفصال الامن مش معناه انك تخرج كسبان، معناه انك توقف نزيف الخسائر وانك تختار نفسك، لان مفيش اي شخص في الدنيا يستاهل انك تخسر نفسك عشان تحافظ عليه. بص على المصادر اللي تحت الفيديو واعمل اللايك الجميل والسبسكرايب المتين، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.